الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيعني هنيئا لحفظة القرآن الكريم ولمن تقدم عجبوني زي شيء الفرحة. الحمد لله، أسعد يوم يا حبايبي اللي ربنا يمن على الواحد بحفظ القرآن الكريم. واهم حاجه يا حبايبي العمل بالقران الكريم، مش اهم حاجه ان اختم القران. الحمد لله حفظت القران الكريم كتير، لكن اهم حاجه اللي انا اعمل بالقران الكريم، اللي انا اعمل بالقران الكريم. اما السيده عائشه يا حبايبي سئلت عن اخلاق رسول الله، قالت كان خلقه كان خلقه انا مش سامع. لما السيده عائشه سئلت عن اخلاق رسول الله قالت كان خلقه القران، وكان قرانا يمشي على ظهر الارض. والقرآن الكريم يا حبايبي الصاحب الوفي. ممكن الواحد يصاحب أي واحد يحصل خصومة ما بينهم يتكلم عنه، ممكن واحد يصاحب واحد يخاصمه بعد أيام ما يكلموش تاني ويسيبوا الصحبة، ممكن واحد يصاحب واحد يلاقيه غدار، ممكن واحد يصاحب واحد ياخده الهوية وعياذا بالله. ولكن الصاحب الوفي هو القرآن الكريم. الصاحب الوفي، وركز معايا، هو القرآن الكريم. القرآن الكريم بيصحب الواحد في الدنيا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فاللي عايز السعادة في الدنيا يا حبايبي عليه بالقرآن الكريم، حفظا وتجويدا وقراءة وتعليما وتعلما. يبقى الواحد دايما كده مع القرآن آناء الليل وأطراف النهار. من حق القرآن اللي علينا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وطبعا شوف الصحبة بتاع القرآن الكريم، اللي صاحب القرآن الكريم الحرف الواحد اللي بيقرأه بكم حسنة؟ ب10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ده اللي يحفظ البقرة وآل عمران يا حبايبي ربنا سبحانه وتعالى يجعل له غيايتان يوم القيامة. أول ما يطلع من القبر ويروح لأرض المحشر، اللي حفظ القرآن الكريم وحفظ سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كغمامة تظلانه من الشمس في يوم مقداره 50,000 سنة. واللي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن زي ما قلنا بيلبس أبوه وأمه تاج الكرامة. شوف الأب والأم تعبانين مع الواحد قد إيه. فدي أقرب وأجمل هدية إن الواحد يقدمها لأبوه وأمه، هي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. طب ده في الدنيا بس، ده صاحب القرآن في سعادة وفي خير. واللي أراد الدنيا عليه بالقرآن دي في الدنيا. أول ما يخش القبر والناس تمشي من حواليه يخش القرآن مع القبر. الوحيد اللي يخش معاك القرآن القبر، تمام؟ وقبل ما يخش معاك القبر، أول ما ملك الموت بينزل على الواحد يشم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الموت يشم في رأسه، يشم رأسه كده فيجد فيها القرآن، فيقول أيتها ده اللي بيعمل بالقرآن، الروح الطيبة اخرجوا إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. أول ما يروح القبر مين اللي هيثبته؟ القرآن هيخش معاه ويحميه ويكون صاحبا له في القبر. طب أول ما يطلع من الآخرة ويطلع من أرض المحشر، القرآن الكريم أيضا معاه، تمام؟ يحميه وينجيه ويظله في يوم القيامة. ومش كده وبس، أول ما يخش الجنة اللي يحصل؟ أول ما يقف ما بين إيد ربنا الأول على الحساب ويتوزن الأعمال الصالحة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفعان له. أول ما يخش الجنة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالقرآن الكريم كما قال الله جل وعلا بشرى وخير ونور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهنيئا لكم. وطبعا الحمد لله الأبطال دومك شرفونا ونورونا السنة دي في الدورة الصيفية لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ونشكر كل أب وأم تعبوا معانا، ونشكر أيضا كل من ساهم واستضافنا في هذا المكان، كما نشكر الأستاذ مصطفى على هذا الجهد الكبير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني
مودة أحمد عبد المرضي من بيت ناشئ في القرآن، وجدها الأستاذ عم مرضي ربنا يحفظه ويبارك في عمره، وأبوها الشيخ أحمد من حفظة القرآن الكريم. أمها طبعا أمها يعني ما شاء الله يعني ديك يعني معجزة من معجزات الدورة. مودة في الصف الثالث الابتدائي، مصطفى مودة في الصف الثالث الابتدائي في سنة ثالثة ابتدائي، وما شاء الله الله أكبر في 3 أشهر استطاعت اللي هي تحفظ نصف القرآن الكريم كاملا. استطاعت أن تحفظ نصف القرآن الكريم كاملا ما شاء الله مع مودة. اسمك ايه؟ مودة أحمد عبد المرضي. ربنا من عليا. ربنا من عليا وحفظت 15 جزء في 3 شهور. وبشكر أبويا وأمي. بشكر أبويا وأمي وأخش يدخلهم الجنة ولبسهم تاج الكرامة. يا رب يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا مواد. أنا اسمي نور شحات أحمد عبد العزيز. أنا بفضل الله تعالى حفظت 16 جزء في 3 شهور. بوجه الشكر الأول لربنا وبعد كده لأبويا وأمي وطبعا الشيخ، لأنه خلاني أحفظ سورة البقرة في يومين بتشجيعه ليا. بشكره شكر جزيل. شكرا جزيلا. الحمد لله الذي من اسمي يارا بهجة محمد. الحمد لله الذي من علي بحفظ كتابه الكريم، وحفظت في الدورة الصيفية 11 جزء في شهر ونص. وبشكر الشيخ محمد جمعة بتعبه معايا وجهدي، والفضل الكبير لله وثم الفضل أبي وأمي، وأتمنى من الله أن أكون سببا في إدخالهم الجنة ولبسهم تاج الكرامة. وشكرا جزيلا. برافو عليك. أنا اسمي ملك أسامة. جربي الميكروفون كده. كملي. اسمي ملك أسامة كمال. الحمد لله ربنا من عليا حفظ القرآن الكريم، وبشكر الشيخ محمد جمعة، وبشكر أبي وأمي اللي أنا لبستهم تاج الكرامة، وجزاكم الله خير. اسمي آية حلمي خضري. الحمد لله الذي من علي بحفظ القرآن الكريم كاملا في أول 3 أيام في الدورة الصيفية، وبشكر ربنا وبشكر الشيخ محمد جمعة، وبشكر أبي وأمي على جهدهم وتعبهم وصحتهم اللي راحت علشان يحفظوني القرآن الكريم. بارك الله فيك. دي فرحة شكفولها. صور هي كده. يعني اسمي سما صديق محمد، عندي 11 سنة. ربنا من عليا بحفظ القرآن الكريم، حفظت 8 أجزاء ونص في الدورة الصيفية في شهر ونص. وأسأل الله أن يجعلني من العاملين بالقرآن التالين له آناء الليل وأطراف النهار. وأتمنى من الله أن يجعلني سببا للبس والدي تاج الكرامة ويدخلهما الجنة. وشكرا. اسمي فاطمة أحمد إبراهيم. الحمد لله ربنا من عليا بحفظ كتابي. هي شغال كده معاك في التركيز صح؟ يلا حبيبتي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ربنا اسمي فاطمة أحمد إبراهيم. الحمد لله ربنا من عليا بحفظ كتاب الله. أشكر الشيخ محمد جمعة ثم أمي وأبي. أسأل الله أن يدخلهما الجنة ولبسهما تاج الوقار. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أنا اسمي خديجة. أنا اسمي شوفها كده يشتغل. فين؟ كل حد يتك عليه. السلام عليكم. انا اسمي خديجه خالد عبد الكريم. انا عندي 12 سنه. حافظ الحمد لله ربنا من عليا بحفظ القران الكريم. انا حفظت 12 جزء في الدوره الصيفيه، وانا بشكر ربنا اولا ثم ابي وامي، واشكر طبعا الشيخ محمد جمعه على تعبه ليه وجهده. شكرا. مريم عماد خلف. الحمد لله تم الحمد لله النعم. تم الحمد لله حفظ القرآن الكريم في الدورة الصيفية 9 أجزاء عند الشيخ محمد جمعة. وبشكر الشيخ محمد جمعة وبشكر أبويا وأمي على جهودهم لي، والحمد لله لبست أبويا وأمي تاج الكرامة. جزاكم الله خير.
اسمي أروى محمد عبد الجواد. الحمد لله ختمت القرآن الكريم في الدورة الصيفية، حفظت 10 أجزاء في شهرين ونص عند الشيخ محمد جمعة، وبشكر ربنا وبشكر أمي وأبي. الحمد لله كان تم بفضل الله إن أنا أدخلهم الجنة ولبسهم تاج الوقورة. اسمي مريم علاء ربيع. الحمد لله الذي من عليا بحفظ القرآن الكريم في الدورة الصيفية، حفظت 15 جزء في شهرين ونص، وانا بشكر ربنا، بشكر الشيخ محمد جمعة، وبشكر ابي وامي، والحمد لله الذي لبسهم تاج الكرامة. شكرا. اسمي عبد الحميد صلاح عبد الحميد. تمم الحمد لله حفظ القرآن الكريم كاملا على يد الشيخ محمد، وأنا أكون سببا لإدخالهم وأبويا الجنة ولبسهم تاج الكرامة، وجزاكم الله خير. اسمي إبراهيم يحيى. الحمد لله الذي من علي بحفظ كتاب الله كاملا على يد الشيخ محمد جمعة، وأشكر والدي الذي ساعداني في حفظ القرآن الكريم، والحمد لله بفضل الله حفظت 8 أجزاء ونصف في شهرين، وأشكر والدي والبسهم تاج الكرامة، وجزاكم الله خير. أنا اسمي أنس أيمن. ربنا من علي حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد جمعة بفضل والدي، وأنا بسبب لهما بلباس تاج الكرامة، وجزاكم الله خير. اسمي عمر عبد الله. الحمد لله الذي من علي بحفظ كتابه الكريم، وحفظت 6 أجزاء في شهر، والحمد لله الذي يعني حفظني القرآن، وبنشكر الشيخ محمد جمعة على تعبه معنا، وأن يكون سببا في إدخال وأبويا وأمي الجنة، وأن يكون سببا في لبسهم تاج الكرامة. جزاكم الله. اسمي محمد كمال. الحمد لله وبفضل الله ختمت القرآن الكريم، وبشكر فضيلة الشيخ محمد جمعة على تعبه معنا في الدورة الصيفية، وأنا الحمد لله في شهرين حفظت 10 أجزاء. رب اجعلني سبب في إدخال الأب وأم الجنة، واجعلني سبب في لبسهم تاج الكرامة، واجعلني مساعدهم في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خير. أنا اسمي عبد الرحمن يحيى. لقد من الله علي بحفظ كتاب الله كاملا، ونشهد أن الشيخ محمد جمعة على جهده، وأنا حفظت في الدورة الصيفية 15 جزء في 3 أشهر، وأنا أكون سببا للبس والدي تاج الكرامة، وأنا أكون سببا لدخولهم الجنة، وجزاكم الله خير. الحمد لله بعد أن من الله علينا سبحانه وتعالى بختم القرآن الكريم من أبناء الدورة الصيفية لتحفظوا القرآن الكريم، وطبعا كل واحد هيتكلم عن نفسه عشان كل واحد يشوف يعني ربنا من عليه حفظ كم جزء وفي كم شهر. والحمد لله زي ما قلنا كده عندنا أولاد بسم الله ما شاء الله حفظوا نصف القرآن في 2.5 شهر، وعندي بنت ما شاء الله اسمها نور اللي هي ده حاج مصطفى، بسم الله ما شاء الله حفظت سورة البقرة في 2 يوم، خدت سورة البقرة حفظتهم في 2 يوم. وطبعا وصيتنا بعد حفظ القرآن الكريم يا حبايبي ان كل واحد زي ما قلنا اراجع كل يوم 3 أجزاء، نركز يبقى كل واحد ان شاء الله كل يوم هيراجع 3 أجزاء، كل 10 أيام اختم القرآن، كل 10 أيام اختم القرآن الكريم كاملا، رقم 1. رقم 2 كل يوم هنسمع جزء، يعني كل يوم الواحد الورد بتاعه ان شاء الله هيسمع جزء، عشان القرآن عزيز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اشد تفلتا من الإبل في أعناقها. رقم 3 طبعا هنبدأ بالتجويد، والحمد لله بدأنا مع أبنائنا الحمد لله بتجويد القرآن الكريم، منهم اللي خلص جزء والحمد لله ربنا يمن عليهم إن شاء الله ويختموا القرآن بالتجويد وياخدوا إجازات بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأستاذ مصطفى هيبدأ لنا اللقاء مع كل واحد هيتكلم إن شاء الله عن نفسه وحفظ إيه، ما ينساش طبعا نشكر أي أب وأي أم كان سبب ان هم ابنائهم يختموا القرآن الكريم ليكونوا سبب للبس تاج الكرامة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحل والدي صاحب القرآن الكريم بتاج الكرامة فيه 70,000 ياقوتة، 70,000 ياقوتة، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فشوف كل واحد كده ربنا يبارك في عمركم يعمل بكتاب الله ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم ليكون سبب للبس تاج الكرامة للوالدين. جزاكم الله خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ركز معايا. هنيئا أيضا للبنات ختم كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن تكونوا جميعا من أهل الجنة، وكل واحدة فيكم إن شاء الله يعني سبب بالعمل بالقرآن اللي هي تلبس أبوها وأمها تاج الكرامة. أنا هبقى هتكلم كلمة للجميع، ماشي يا شيخ مصطفى؟ هتكلمكم الجميع. طبعا بقى وصيتي بعد حفظ القرآن الكريم ان ربنا من علينا بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. كله يركز معايا يا حبايبي. تعالي يا انس، الحمد لله بعد ان من الله علينا سبحانه وتعالى بختم القرآن الكريم من ابناء الدورة الصيفية لتحفظ القرآن الكريم. وطبعا كل واحد هيتكلم عن نفسه عشان كل واحد يشوف يعني ربنا من عليه حفظ كم جزء وفي كم شهر. والحمد لله زي ما قلنا كده عندنا اولاد بسم الله ما شاء الله حفظوا نصف القرآن في 2.5 شهر. وعندي بنت ما شاء الله اسمها نور اللي هي ده يا حاج مصطفى، بسم الله ما شاء الله حفظت سورة البقرة في 2 يوم. خدت سورة البقرة حفظتهم في 2 يوم. وطبعا وصيتنا بعد حفظ القرآن الكريم يا حبايبي ان كل واحد زي ما قلنا اراجع كل يوم 3 أجزاء. نركز، يبقى كل واحد ان شاء الله كل يوم هيراجع 3 أجزاء. كل 10 أيام اختم القرآن، كل 10 أيام اختم القرآن الكريم كاملا. رقم 1. رقم 2 كل يوم هنسمع جزء، يعني كل يوم الواحد الورد بتاعه ان شاء الله هيسمع جزء، عشان القرآن عزيز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشد تفلتا من الإبل في أعناقها. رقم 3 طبعا هنبدأ بالتجويد، والحمد لله بدأنا مع أبنائنا الحمد لله بتجويد القرآن الكريم، منهم اللي خلص جزء والحمد لله ربنا يمن عليهم إن شاء الله ويختموا القرآن بالتجويد وياخدوا إجازات بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأستاذ مصطفى يبدأ لنا اللقاء مع كل واحد هيتكلم إن شاء الله عن نفسه وحفظ إيه. ما ينساش طبعا نشكر أي أب وأي أم كان سبب ان هم ابنائهم يختموا القرآن الكريم ليكونوا سبب للبس تاج الكرامة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحل والدي صاحب القرآن الكريم بتاج الكرامة فيه 70,000 ياقوتة، 70,000 ياقوتة. الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. فشوف كل واحد كده ربنا يبارك في عمركم يعمل بكتاب الله ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم ليكون سبب للبس تاج الكرامة للوالدين. جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لقاء خاص مع بناتي أعزائي الأحباب. طبعا ما شاء الله الله أكبر، كان في نماذج عظيمة، والناس اللي بتقول القرآن صعب وحفظ القرآن صعب، طبعا ربنا قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عندنا نور ما شاء الله نموذج عالي زي ما قلنا، في شهرين ونص حفظت 16 جزء، في شهرين ونص حفظت 16 جزء ما شاء الله. يا ربنا يبارك فيك يا نور. كلمني حفظت الحمد لله 16 جزء. بسم الله، انا حفظت 16 جزء طبعا، ده بفضل طبعا ربنا، والشيخ محمد كان بيشجعنا كلنا في الكتاب، وابويا طبعا في البيت، فهو كان تشجيع كتير. يعني كان صعب عليك الحفظ ولا كان سهل الحمد لله؟ لا طبعا هو القرآن يعني سهل بس عايز طبعا تركيز وانتباه، وما يكونش دماغك في حاجة وانت بتحفظ. كنا في الدورة بنحفظ ساعات كتيرة، ومش اي حد كان بيستحمل الساعات دي، ومش كلنا كنا بنحفظه نفس الصبح في نفس الساعات. كان مثلا بنحفظ 8 10 12 في 3 ساعات، ده طبعا بيبقى شطارة وذكاء، بس طبعا مش مننا. النور يعني ما شاء الله حفظت سورة البقرة في يومين 2، يعني حفظت جزئين، يعني ما يقرب من جزئين ونص في يومين، فجزاك الله. الحمد لله حفظت. الحمد لله انا حفظت يعني البقرة في يومين، يعني احمد ربنا، انا مش مصدقة اللي انا حفظتهم الحمد لله. ربنا يحفظك. وعندنا طبعا مودة الحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني برضو دومك الاولاد اللي ما شاء الله الله اكبر حفظوا بفضل الله ومنته ونعمته. مودة بسم الله ما شاء الله في ثالثه ابتدائي وحفظت نص القرآن في 3 شهور. يعني ما شاء الله لو قعدنا الدورة دي 6 شهور كنا هنطلع نماذج كتير الحمد لله حافظين القرآن الكريم. والحمد لله حفظت 15 جزء. الحمد لله حفظت 15 جزء في 3 شهور. وربنا من عليك. ربنا من عليا الحمد لله. القرآن صعب ولا الحفظ سهل؟ صح. مين اللي كان بيشجعك في حفظ القرآن الكريم يا حبيبتي؟ أمي وأبوي. أم وأبوكي كانوا بيسهروا معاها طبعا الساعة كام؟ جزاهم الله خيرا وربنا يبارك في عمرك. ويعني دي نموذج أطفال صغار بسم الله ما شاء الله من حفظة القرآن الكريم. وعندنا أيضا نموذج حفظ نص القرآن في 2.5 شهر، يعني ما شاء الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله مريم ما شاء الله حفظت نصف القرآن كاملا في 2.5 شهر فقط. اسمك ايه يا مريم؟ الحمد لله من عليا ربنا. اسمي مريم علاء ربيع، الحمد لله من عليا ربنا اللي انا حفظت 15 جزء في 2.5 شهر. كان صعب ولا سهل حفظ القرآن معاكي؟ هو سهل بس عايز تركيز، وابويا بردك انا بشكره عشان هو كان بيشجعني، والشيخ بردك محمد جمعة انا بشكره بردك وشكرا. جزاكم الله خير. ايضا من النماذج الطيبة اللي حفظت ايضا نصف القرآن كاملا خديجة ما شاء الله ربنا من عليها وختمت القرآن السنة دي، ولكن ما شاء الله حفظت نصف القرآن، يعني ما حفظتش 5 و6 و10 أجزاء، لكن بسم الله ما شاء الله حفظ نصف القرآن كاملا 15 جزء في أقل من 3 أشهر. والحمد لله من عليها. الحمد لله ربنا من عليا بحفظ القرآن الكريم كاملا. حفظت 15 جزء في 2.5 شهر، والحفظ كان سهل. حفظ القرآن الكريم مش صعب، هو سهل، وكان في تشجيع طبعا من الشيخ محمد جمعة ومن أمي وأبويا، وأنا بشكرهم. وبرضه عندنا ما شاء الله نماذج طيبة. إبراهيم كان مغلبني شوية، ولكن الحمد لله عبد الرحمن، ولكن الحمد لله أيضا ربنا من عليه وفعلا حفظ، استطاع أن يتجاوز ويحفظ نصف القرآن الكريم، وكان نفسه طبعا يختم السنة دي، والحمد لله ختم السنة دي. في سنة كام يا إبراهيم؟ عبد الرحمن، ما هو أخوه إبراهيم برضه حافظه ما شاء الله. عبد الرحمن داخل تاني إعدادي ومن عليه ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله حفظت 15 جزء كاملا، قد من الله علي بحفظ كتاب الله كاملا، وأرجو أن ربنا يجعل لنا في أن ندخل الجنة أنا والوالدين. تحياتي طبعا للأستاذ مصطفى جزاه الله خيرا على هذا المجهود والتعب. ومسك الختام أنس في سنة كام يا أنس؟ داخل سنة 6 ابتدائي، أنا في سنة 5 ابتدائي السنة دي كان، وبرضه ربنا من عليه وحفظ 15 جزء فجزاه الله خيرا. اتفضل. كان حفظ القرآن صعب ولا سهل يا أنس؟ قول سهل الحمد لله. سهل الحمد لله. وربنا كرمنا، قول اتكلم. ربنا كرمنا حفظ 15 جزء. ربنا كرمنا حفظت 15 جزء في الدورة الصيفية. بشكر الشيخ محمد وأبويا وأمي على اللي هم ساعدوني وكانوا يساعدونني، وبحمد ربنا على ان انا حفظت 15 جزء. جزاكم الله خير. الشكر والتقدير طبعا للاستاذ مصطفى بارك الله في عمره،
وطبعا يعني ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. وعم صلاح رحمة الله عليه رحمة واسعة، أسأل الله أن يسكنها فسيح جناته، وأن يجعل مصطفى يعني بارا به سبحانه وتعالى بعد الوفاة. طبعا من نعم ربنا الواحد يكون سبب اللي هو يكون مع أهل القرآن ومع حملة القرآن الكريم. فجزا الله أخونا مصطفى خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.